حكمة الملك الحسن الثاني الله يرحمه بتسأله مذيعة فرنسية، وكان عنده سرعة بديهة، وعنده لأنه هو عنده فكر وعنده رؤية وعنده ثقافة وعنده علم وعنده حسب ونسب وعنده ميراث كبير. المهم بتسأله: هو ولي العهد تتمنى ان تكون فترته في الحكم سهلة؟ قال لهم لا. قال لها لا طبعا، اتمنى ان تكون صعبة، لان لو كانت سهلة الشعب ما عنده ما يدير بيه. الملك بيقول كده: اتمنى ان تكون صعبة، لان الملكية دائما كانت الخادم الاول للمملكة. هل كانت فعلا فترة الملك محمد السادس نصره الله من سنة 99 الى الان سهلة؟ لم تكن سهلة على الاطلاق، وتحققت ما قلت وهتسمعها دلوقتي. كانت سهلة؟ ما كانتش سهلة. وهل حقق شيء؟ حقق معجزات. شوف الفيديو ده الأول واستنى شوف نبوءته. كان كل كلامه سبحان الله للمستقبل. Vous croyez que ce sera plus facile pour votre fils, le prince héritier, Sidi Mohamed? Je ne lui souhaite pas que ce soit facile. Parce que si c'est facile, c'est qu'on n'a pas besoin de lui. Je souhaite que ce soit difficile. Car ça prouve qu'on aura toujours besoin de cette monarchie pour être le premier ouvrier du royaume. الله يرحمه. هل كانت فترته سهلة؟ كانت فترته صعبة جدا جدا جدا. الله يرحمه جدا، عانى كتير جدا. انقلابات ونفي وشاف واحتلال وشاف كتير وحروب، شاف كتير. هل فترته كانت سهله؟ الله يرحمه ابدا. فبتقول له: هل تتمنى ان ولي العهد تبقى فترته سهله؟ قال لا 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 اتمنى ذلك، لان الملكيه لها طبيعه اخرى. الله يرحمه توفي، تولى صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. هل كانت فترته سهله؟ على الاطلاق. مصالحات وانهاء القديم وتوحيد تدعيم اواصر الوحده في المغرب، مكافحه بقى في البوليزاريو وغيره، وحروب وصراعات من تحت الطبله يا ريت وجها لوجه. الملك الحسن الثاني كان بيدخل فاس وجها لوجه معاهم، ودخلوا حروب مع بعض. ثم بعد كده بداوا يشتغلوا له بقى من تحت الطبله، وخيانات واستئجار ناس البوليزاريو وغيره، واستئجار بقى والولاءات في الاتحاد الافريقي. والمغرب كان عنده ازمات كثيره جدا واقتصاديا ومشاكل. ماذا فعل الملك محمد السادس نصره الله؟ قال لك: ما عندي مندير بتضييع الجهد في عبثيات مع عبثيين وعدميين. مش في وقف اطلاق نار؟ ماشي، سيبني بقى. الضمانه الوحيده للقوه هي العمل. المغرب والمغاربه، ما اديش هدي ظهري للمغاربه ببترول زي الجزائر ثروه كامله فما اعملش حاجه 60 سنه. ليه؟ قاعد بقى انا البوليزاريو والشعوب المقهوره والافارقه وافريقيا ومش عارف مين، ويجري ويبعت لفنزويلا ويبعت للبيرو ويبعت طب والجزائر يا عم ليهم رب اسمه كريم، هو ربنا هينساهم؟ انت هتكفر. خليني في المهم. مفيش الكلام. عمل ايه؟ شغل، خطط ورؤى. 2000 2005 حصل انطلاق من 2005 ل 2010 في مستوى الرياضه والثقافه. والملك الحسن الثاني نفسه في عز ما كانت حروب وازمات وبلاوي عمل الصناعات التقليديه وطدها ووطنها، وعمل لها دعم. التعليم، الكتاتيب، كتاب يا راجل، فرض على الناس الكتاب. هتودي ابنك الكتاب هيبقى له اولويه. لو جبت لي ورقه انه بقى له سنتين من فقيه بيحفظ القران، هدخ ابنك له الاولويه في المدرسه. وانا اولكم ولي العهد اللي هو اصبح الملك محمد السادس نصره الله دخلوا الكتاب وصورته الصحافه وحطوا انا ابني او قبله، كلنا زي بعض. كان عبقري الله يرحمه الملك الحسن الثاني. المهم، هل فتره الملك محمد السادس كانت سهله؟ وما زالت يا راجل. شوفها على حياه عينك يا راجل. من الخاوه. انت عارف ان الاوروبيين مش مشكله؟ اي حد في الدنيا ما كانش مشكله. مين المشكله؟ ما يعرفوا من غير ما اقولها بقى، انا مجرد اعمل لك بايدي كده، انت فاهم؟ مغاربي ولماذا الفتنه؟ اللهم وحد البطل. بلاوي يا راجل يا راجل. دي المفروض الجزائر كلها تقوم عن بكره ابيها لو فيهم راجل واحد
لما يقول عبد الملك سلال قدام المحكمة صرفنا 500 مليون دولار لتعطيل السياحة وتشويه سمعة المغرب وتعطيل صناعة السيارات، ده المفروض يقوموا ما يقعدوا عادي. يا اخويا مواقفنا يا اخويا دي، ادي يا اخويا الاسلام ده عمل الاسلام يعني، ولا انت هتكفر؟ هل الفترة كانت سهلة؟ ابدا ابدا. هو بدأ سدود وسياسة استكملت فيما بعد ومشوا على، لأن المغرب بيمشي لقدام ليه؟ في الجزائر تمشي عصابة ويجي عصابة، ده بكلامهم هم، يقول لك العصابة القديمة والعصابة الجديدة والعصابة اللي قبلها. العصابة تقعد 10 15 سنة، يعمل ايه؟ زي غرج بلاد كده، مشاريع مليارية، مفيش حاجة، هي على الورق بس والخرطوم في الصحف، وهو عمال ييحيح ويقول لك احنا قارة عظيمة بتاع، ويجيبوا المهابيل فارس وغيره يطلعوهم، ورشيد اور ومسكرة ومعسكرة مليانة ثروات والبلد مليانة خير، ويقعدوا يقولوا للخرطوم كده، ومفيش مشاريع بتتعمل اساس. المدينة اللي بيعملوها في العاصمة بقالهم 30 سنة، مش عارف كان اسمها مدينة ايه، 30 سنة بيعملوا مدينة، 30 سنة وما اتعملتش. عندنا العاصمة الإدارية اتعملت في 5 سنين، عندنا مدينة العالمين اللي هي زي دبي دلوقتي في الساحل الشمالي بقى لها 5 سنين، اتعملت وانا صيفت فيها الصيف اللي فات. انت عملت ايه؟ ولا حاجة. عطى رئيس وعلف ودوران وعاد وخلاص. ليه؟ يدور في دواير، تروح العصابة يجي واحد جديد زي ابو التبابين كده، استنوا بقى اعمل لكم مشاريع بقى ايه؟ اللوز كنافة بالقشطة. ايه يا عم هتعمل ايه؟ غرج بلاد، قطان من النصر، عوينة ميه، هنعمل ايه؟ هيغور تبون غاير مفيش كلام. هيجي واحد جديد يقول لك العصابه القديمه امسح، هتعمل ايه؟ مشروع جديد، هوبا يلا، فيفضل في حفظة ايد فرنسا، بل اسوأ مما سابته فرنسا. اما المغرب ما بيعملش كده، بيمشي لقدام. سياسه السدود من 50 سنه، وكرم عليها الملك الحسن الثاني الله يرحمه في ماليزيا مؤخرا بعد وفاته بكام سنه، كرم على سياسه السدود. طب هو بطل السدود؟ انا شفت بعيني، ما حدش حكى لي، 7 سدود بيتعملوا في اسا الزهر. شفت في جولمين يعملوا مياه البحر عشان يزرعوا بيها فواكه افوكا وبنان، والله شفت ده بعيني. شفت في الدخله فلاحه. هل تعلم ان الدخل الاول لمدينه الدخله نمره 1 في الانفاق هي الفلاحه؟ انا عارف مش هتصدق، انا ما صدقتش، انا كنت فاكر الصيد البحري ثم السياحه، فبقول لهم كده قالوا لا ده الفلاحه رقم 1 في الدخله. قال لي ايه الفلاحه رقم 1؟ خدني شفت فيرمات المطيشه وفيرمات النعام الله ما شاء الله. كل دي سياسات ممتده. يعني امريكا بتتكلم عن سياسه المغرب من 250 سنه، والمغرب عمل معانا، هي نفس السياسه اللي بتتبع دلوقتي. ليه؟ لانه متصل، رؤيه واحده، اب الابن، رؤيه واحده، مش عصابه راحت وعصابه جت وكله في النهايه ولاد غساله، لا مفيش الكلام. فقال له تتمنى تكون سهله؟ قال له لا، لو سهله هنعمل بيه، هيعملوا بيه الشعب؟ هتبقى صعبه. وبقت عمل ولا ما عملش؟ في الصناعه وفي السياحه وفي التجاره وفي البنيه التحتيه وفي ما شاء الله تبارك الله اللي انت شايفها دلوقتي، اللي الناس كلها بتقول حي الله المغرب حي الله المغاربه، والاجانب هي اللي بتيجي تقارن بلادهم بالمغرب. ده الاجانب، احنا ما بنقولش كده. انا ما بحبش على فكره المقارنه، انا نفسي ما بحبهاش، لكن انا بشوف الاجانب. شفت البريطانيه ميشا وطلعوا الناس يقول لك انت بتقارن، هي اللي بتقارن يا مالي، هي اللي بتقارن. وجيمس ولدي وصيني وكوري وايطالي شفتوا الاسبان، صحفي اسباني يقول لهم ده المغرب اللي قلت لنا عليه متخلف انضف من عندنا. ونشرت الفيديو قبل كده. لم تكن سهله وما زالت مش سهله، لكن صاحب الجلاله الملك محمد السادس اداه ردود وعمل معجزات، والمغاربه كلهم وقفوا ايد في ايد. مفيش طياره في العالم بتطير ما فيهاش حته مغربي، مفيش سياره في العالم دلوقتي ما فيهاش كابلات مغربيه وفيها قطع مغربيه، البلاستيك والحاجات دي. بل بيصنع دلوقتي بطاريات السيارات الكهربائيه والسيارات الكهربائيه نفسها، وكثير من الأبهة والعظمه التي هي مغربيه 100%. لم تكن سهله، لكن ما تحقق كثير. ليه؟ لانه اهتم بنفسه وشأنه وبلده، لم يتدخل في المراهنات مع احد، بل عندما تدخل مع دول اخرى زي تونس وزي عندنا في مصر وزي في قطر وزي في غيره اللي انا عاهدته، تدخل ايجابا، وتدخل بروح الاخوه بجد، وتدخل للصلح وللافاده. راح تونس في عز الارهاب مشي لوحده، راح شرم الشيخ في عز الارهاب مشي لوحده في الشارع ليصل رساله الى العالم. مين طلب منه ده؟ مين اجبره على ده؟ ابدا. انما من وازع
الملكية المغربية والطبع المغربي، نقف معاك في الشدة، هي كده. ولذلك نحب المغرب وملك المغرب وشعب المغرب. ولا تخرج من الفيديو قبل أن تقول عمر يا مغرب. دي الحكاية. أشوفكم على خير.